اكتر حاجه انا مهتم بيها او اكتر حاجه بتلفت نظري على السوشيال ميديا، انه اي حد يا جماعه عنده بلاتفورم على السوشيال ميديا ايا كان، مش شرط يكون عنده فولورز كتير قوي، لو عنده 500 لو عنده 1000، طالما انت قررت ان انت تعمل بلاتفورم بابليك، حاجه صفحه عامه، يبقى انت لازم تقدم محتوى. لكن فكره ان انت تعمل صفحه عامه علشان او انت علشان تبقي بتتصوري وخلاص، مش هي دي اصح حاجه. او حتى لو بتتصوري وخلاص، محتوى الصور لازم يكون ليها هدف، سواء هي للفاشن، سواء هي لللبس مثلا المحتشم عشان تانسباير الناس انك تقدري تلبسي محتشم وشيك، سواء هي مثلا للناس بتوع الفتنس انك علشان تبقي تقدري تفضلي رشيقه انت لازم تقدري تلبسي كل اللي انت عايزاه، لازم تبقي رشيقه. مثلا انا لما جيت في وقت كنت بحط صور كتيره قوي، كان هدفي ان انا اقول للامهات ان انت هتتجوزي وتخلفي وستيل هتعرفي تلبسي كل اللبس اللي انت عايزاه، وانه لبسك ممكن يكون فاكتور من الفاكتورز اللي تشجعك ان انت تخسي. لان احنا مشكله من مشاكلنا ان احنا لما بنكبر مقاس لبسنا او بنتعود على مقاس لبس كبير، او نقعد نكبر المقاس وبنلاقي نفسنا بنتخن. فكنت دايما بقعد اقول للناس عشان تلبسي اللي انت عايزاه، كل الحاجات اللي طالعه موضه، سواء بقى هاي ويست، سواء مش عارف ايه، سواء ايه، عشان تعرفي تلبسي اللي انت عايزاه، على الاقل حافظي على جسم متناسق يعني مظبوط. هي دي الفكره. فانا دايما بقول انه اي حد عنده بلاتفورم لازم يهتم قوي بالمحتوى اللي يقدمه للناس، لازم يحترم جدا 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 الناس اللي متابعينه، ويحترم جدا انه الناس دي بتديله من وقته فعشان يسمعوه او عشان يتفرجوا عليه. فدي مسؤوليه كبيره قوي. في حاجه مهمه قوي بقى عايزه اقولها، انه سهل قوي الناس تعمل لك فولو، بس سهل اكتر انها تعمل لك انفولو. سهل انها تتابعك، بس سهل انها تشيل المتابعه دي. سهل ان يبقى عندك متابعين كتير، بس مش سهل ان المتابعين دول يبقوا فيهم ناس من مشاهير بيتابعوك، وناس علامات في المجتمع الدولي مش في مجتمع بلدك بس. ده اللي مش سهل. فدايما بص لبعيد دايما. لو انت مقرر انك تبقى حاجه على السوشيال ميديا، الانفلونسرز مش بالارقام اللي عندهم، بالمحتوى اللي بيقدموه، وهي مسؤوليه كبيره. ويا ريت انه اي حد قرر يعمل صفحه بابليك يكون ليها هدف. دايما اكتب بايوجرافي انت ايه هدفك او انت ايه هدفك، لكن عاملين صفحه بابليك عشان مثلا نقعد نعمل حاجات ملهاش اي لازمه، نبقى كده بنضيع وقت الناس، او بندي للناس نيجاتيف انرجي، او بنقول كلام قصدنا بيه ناس تانية، ومش عارفه ايه الحاجات دي كلها. يعني نقطه في بحر، بس برضو ساعات بتعمل وجع دماغ، وبتعمل بحس ده تلوث بصري وتلوث سمعي، وبحس الناس دي عندها مشاكل بتنقلها للناس او بتحاول تصدرها للناس. اكيد كل واحد مننا عنده حاجات حلوه وحاجات وحشه في حياته، لكن خلينا نستغل السوشيال ميديا في ان احنا ننقل الحاجات الحلوه، ننقل الحاجات البوزيتيف، الحاجات اللي تخلي الناس احسن. انا دي ثالث سنه ليا على السوشيال ميديا، والموضوع بالنسبه لي ما كانش بلان تماما. الموضوع كان يعني انا كان حلمي ان انا يبقى عندي 50,000 100,000 متابع في يوم من الايام. ما كنتش عارفه اليوم ده هيجي امتى. فجاه كنت بنام وبصحى الاقي الدنيا غريبه وحاجات غريبه بتحصل، ولما بتقابل مع حد من الانفلونسرز ويقول عني، الاقي الناس بتعمل لي فولو، او اي بيج تكتب عني الاقي الناس بتعمل لي فولو. انت ممكن يتعرض عليك 100,000 بيج، تشوف 100 شاوت اوت، بس في الاخر انهي بيج اللي هتلفت نظرك، انهي انفلونسر اللي انت هتصدقه، هيدخل قلبك، هيبقى عنده قبول، هيبقى عنده مصداقيه، ده اللي بيتكلم من قلبه، ده اللي مش بيقعد يفكر قبل ما يمسك الموبايل هقول ايه، هعمل ايه، هبقى لابس ايه، هبقى قاعد مع مين. لا، ده اللي بيطلع وهو منكوش وهو مترتب وهو على طبيعته، بس طول الوقت شايل هم حاجه واحده، ان انا لازم احترم الناس دي، لازم اقدم لهم حاجه، لازم اكون امين جدا معاهم. مش اي براند اعلن عنها، لازم تكون براند محترمه جدا، يا اما مجربها يا اما براند انا قعدت معاها واتكلمت معاها واتاكدت انها هتديليفر الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها في الاندورسمنت اللي احنا هنعمله. ده اللي اقصده بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا الانفلونسر يعني حد بيعمل حاجه لازم ياثر على الناس في الحاجه دي بطريقه ايجابيه ايا كانت. لو انت بتشتغل مثلا، انا بدرس في الجامعه، فكرت الفتره اللي جايه ان انا اعمل فيديوهات عن المذاكره وعن اللي انا بشوفه مع يعني في خبرتي في الدراسه في الجامعه، بس حسيت ان انا لسه ما عملتش اللي عليا في موضوع النيوتريشن. لازم ادي للناس معلومات اكتر، لازم اساتسفاي النيدز بتاعتهم كلها، هم محتاجين ايه، اقول لهم اللي اجاوب على اسئلتهم. هي دي الفكره. بس طولت عليكم، شكرا ان انتوا بتسمعوني، وشكرا يا لميس على البرنامج الحلو قوي ده.
شكرا للدكتورة نورهان أندي.